بما اني بنصح كل الناس ان هم يطلعوا هدومهم اللي راكنينها بقالهم كتير ويعملوا لها ستايلنج جديد ويلبسوها بطريقه مختلفه، انا هطبق النهارده النصيحه دي قدام الكاميرا لكل الناس علشان يشوفوا ازاي انا ممكن ابقى عندي في دولابي قطع رمياها او حاساها ادمت او مش حاساها مش احلى حاجه عليا، واغير لها خالص شكلها والبسها بطريقه جديده بستايلنج جديد تماما هيخلي شكلها ترندي. النهارده في الحلقه دي احنا مش هنجري ورا الترند، احنا هنخلي الترند هو اللي يجري ورانا. انا عندي سكيرت بليسيه، هي طولها بالنسبه لي انا ما بحبوش، بس نفسي البسها، عاجبني لونها ترندي وحلو، وكمان كنت حاطه لها توب من فوق. التوب الوانه تحفه وترندي وهو البليسيه بتاعه ضيق كده وحسيهم قمر على بعض، بس لما بلبسهم مع بعض ما بيدونيش الريزلت اللي انا عايزاه. تعالوا نشوفهم وهم على بعض، وتعالوا نشوفهم لما هنشقلبهم ونعمل لهم ستايلنج جديد ونعمل ترند جديد هيبقى شكلهم عامل ازاي. انا لبستهم كده ومش حاساهم احلى حاجه، حاسه انه ممكن يطلع منهم حاجه احلى. هنشقلب حالهم، هنشوف لما ناخد التوب نعمله سكيرت ونجيب السكيرت نعملها توب، هنشوف هيبقى شكله عامل ازاي. تعالوا اقول لكم بقى عملنا ايه. اخدت التوب بتاعي ولبسته از سكيرت زي ما انتم شايفين، هو لكرة جدا والبليسيه بتاعه بياخد ويدي معايا، فعملته سكيرت. وعندي هنا بقى مشكله الايد، الكم يعني انا هتنيها كده. خدت الناحيه اليمين بتاعه الكم اليمين مع الكم الشمال وقفلتهم كده مع بعض، وعملوا شويه كأن جيب يمين وجيب شمال، وهجيب دبوس كده واقفلهم من النص. عملت ايه بقى في السكيرت؟ انا جبت السكيرت ولبستها وان شولدر، ده الوسط بتاعها لو انتوا واخدين بالكم. انا هتنيه كده تانية، هجيب حزام فلت واخليه مور ديفاين. انا حبيت اللوك ده اكتر كتير من الاولاني اللي هو العادي البلوزه على السكيرت، وما كانوش بالنسبه لي احسن اوبشن ولا كانوا احسن شكل، انما كده في فكره حلوه، لسه معانا الالوان الحلوه الترند اللي انا حباها، وكمان ستايل جديد ومختلف. زي ما قلت لكم احنا هنبقى في حلقه النهارده احنا الترند. هوريكم كمان طريقتين حلوين قوي تقدروا تلبسوا بيها السكيرت البليسيه دي، واعتقد ان هي عند اغلب البنات. طريقتين تلبسوها از بلاوز مختلفين وينفعوا لكذا شيب، يعني مش شرط البنات كلها تحب ده، ممكن تحب تلبسه بشكل مختلف. تعالوا اوريكم ازاي ممكن نلبسه بشكل تاني وتالت كمان. تاني اوبشن معانا للبلاوز دي ان احنا نتنيها تانيتين كده لطاف، وتانية كمان نقصر بيهم الكم وبناخدهم فوق كده ونشبكهم بدبوس، وبنفس الحزام بتاعنا كده هنبقى شقلبنا حال الاوتفيت بتاعنا وهو المطلوب الصيف. لو عجبكم الطريقه الجديده دي او الطرق اللي احنا بنفتكسها في الهدوم، قولولي الترند كان حلو ولا لا. عايزه افكركم ان انتوا تتابعونا على يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتيك توك، وتعملوا سبسكرايب ولايك لو الحلقه عجبتكم.